السلام عليكم. اليوم نعاود لكم قصة جديدة. في واحد الحي شعبي في كازا كان شاب سميتو حمزة عايش مع مو ديالو حياة البسيطة. الأب ديالو مات وهو صغير وخلى ليه شوية ديال الغموض والأسئلة ما عندها جواب. حمزة كان معروف بأنه مهدن، ولكن كان ديما حس بواحد الفراغ الكبير وحس بواحد الوحدة، خصوصا ملي كيشوف الدراري مع والديهم. نهار من الأيام وهو كينقي في البيت القديم ديال مو، لقى واحد الصندوق صغير مخبي تحت الناموسية. وشدو فتح هذاك الصندوق ولقى فيه واحد الرسالة قديمة مكتوبة بالخط الأب ديالو. القلب ديالو بدا كيدق ويديه كيترعدو. حلك الرسالة ومكتوبة فيها: ولدي حمزة، إلا قريتي هاد الرسالة راه أنا ما بقيتش في هاد الدنيا، ولكن خاصك تعرف الحقيقة اللي مخبيينها عليك. كاين واحد السر كبير في حياتي وغادي تلقاه في داك المكان اللي عمري ما خليتك تمشي ليه. حمزة بدا تزعزع وبدا كيترعد وحس بواحد الخوف، بواحد البكاء، حيت فعلا كاين واحد المكان مو ديالو ديما ما كتخليش يمشي ليه. شنو هو؟ هي الدار القديمة في طرف الحي. كمل يقرا: ما تمشيش بوحدك، ولكن إلا مشيتي خاصك تكون قوي، حيت الحقيقة ماشي سهلة. حمزة هذيك الليلة ما دهش الناس، ما نعش، والفضول قتلو. وناض الصباح بكري مشى عند امو وسولها، قال لها: علاش ديما كتحذريني من داك الدار؟ امو سكتات وما جاوباتش، وعينيها تعمروا بالدموع، حيت داك المكان خدا ليا راجلي وما بغيتكش ياخد ليا حتى ولدي. ولكن حمزة ما اقتنعش. ومشى حتى ظلم عليه الليل. شنو باغي يدير حمزة؟ قرر يمشي يشوف الحقيقة بوحده. وصل لهذيك الدار المهجورة، كانت مسدودة، ودفع الباب ودخل. ومنين دخل حس بواحد البرودة غريبة، وكاين بحال شي حد كيراقبو. ولا أسيادي لقى الصور قديمة، ولكن واحد المفاجأة لقى صورة ديال باه ديالو مع هادوك الناس اللي ما معروفينش. واحد شوية هو يسمع واحد الصوت من الفوق، طلع بشوية وكل خطوة كتحسو بالخوف أكتر. وصل البيت الفوق ولقى واحد الباب محلول. دخل ولقى مفاجأة صادمة: واحد الراجل مربوط في الكرسي. الراجل شافو قال ليه: واخا تأخرتي كنت كنتسناك. حمزة تصدم، قال له: شكون انت؟ جاوبو قال له: انا الحقيقة اللي خلاها لي باك.
والسر اللي ما تبدلش فيه كلشي. وقال شنو؟ حمزة قرب بواحد الخوف، قال له شنو كتعني؟ الراجل تنهد وقال ليه باك ما ماتش بطريقة عادية، كان داخل في واحد الحاجة كبيرة وحاجة خطيرة. حمزة حس بواحد الدوخة ويديه كيترعدو، وحس بواحد الخوف وجات واحد البكية والأرض كتدور بيه. شنو هي؟ قالوا الراجل كان باك خدام مع الناس كيديروا أعمال مشبوهة. وهنا بدا المشكل. بدا الراجل كيحكي كيفاش الأب ديال حمزة كان باغي يصلح الغلط ديالو، ولكن الناس اللي معاه ما خلاوش، وهاد الدار كانت هي المكان ديالهم، وقال له هنا وقع كل شيء. حمزة هو معصب كيقول له وانت شنو دخلك؟ قال له انا كنت خدام مع باك وانا السبب اللي خلاه يموت. سكات، والصوت دقات القلب ديال حمزة طالعين. ولكن قبل ما يموت طلب مني نحميك ونخلي لك توصل الحقيقة مني تكبر. ويا سيادي، حمزة تزاد الغضب، قال له علاش دابا؟ قال له حيت الناس اللي ورا هاد الشي رجعوا غادي يبقاو يقلبوا عليك. واحد شويه هو يسمع واحد الصوت ديال شي حد كيدخل للدار. الراجل قال له خاصك تهرب دابا. حل ليه الباب السري وقال له الا بغيتي تعيش خاصك تكمل الطريق اللي بدا باك. حمزة خرج كيهرب وهو خايف وكيترحد، صافي مشى كيجري. ولكن هاد المرة ماشي غير الخوف، كان قرار. من داك النهار حياة حمزة تبدلات، ولا كيقلب على الحقيقة وكيفهم الماضي ديال باه باش يحمي راسو. والسؤال اللي بقى واش غادي يقدر يواجه الحقيقة كاملة ولا غادي يطيح في نفس الغلط. ايوا يا سيادي، حمزة خرج من داك الباب السري كيجري وقلبه كيدق بزاف. الليل كان هادئ ولكن هو حاس براسو مراقب. وصل الزنقة خاوية، وقف شوية باش يرتاح، ولكن واحد الفجأة سمع واحد الصوت ديال الطوموبيل كتوقف بشوية حداه. تخبى مور الحيط وشاف جوج رجال لابسين كحل كيهضروا. قال له لا، راه خرج من الدار. قال له خاصنا نلقاوه قبل ما يعرف كل شيء. حمزة فهم باللي القضية كبيرة وماشي غير حكاية قديمة. مشى بالسرعة للدار ديالو، ولكن منين وصل القلب محلول. دخل هو وخايف، لقى مو جالسة ساكتة باين عليها القلق. قال ليها ماما شكون جا للدار؟ جاوبته بواحد الصوت ضعيف جاو شي ناس سولوني عليك بزاف. حمزة حس بالخطر. شنو قالوا لك؟ قالوا غير باغيين يعاونوك، ولكن عينيهم ما مرتاحش ليهم. حمزة قرر ما يبقاش في الدار، حيت فهم باللي حتى مو ممكن تكون في خطر. خرج في الليل وبدا كيقلب على شي بلاصه يتخبى فيها، حتى تفكر واحد الدار ديال صاحبو قديمه سميتو يونس. كان صاحبو من الصغر
ولكن تفرقوا منين كبروا، وكان معروف عليه كيدخل ويخرج في المشاكل. مشى عنده ودق الباب، ويونس فتح ليه قال له: حمزة فين كنتي هاد المدة؟ حمزة دخل بواحد الزربة وقال لي: ما عنديش الوقت نفسر ليك. قال له: راه حياتي في خطر. حكى ليه القصة كاملة، ويونس سكت شوية، ومن بعد قال لي: هاد الشي اللي كتقول كيبان خطير بزاف، ولكن انا نقدر نعاونك. حمزة حس بشوية ديال الراحة، ولكن ما كانش عارف ان يونس مخبي سر كبير. وهي الخيانة. في واحد اللحظة حمزة كان ناعس شوية من التعب، ويونس خرج برا ودار المكالمة. قالوا: وراه لقيت، وراه كاين عندي. يونس كان خدام مع نفس الناس اللي كيقلبوا على حمزة. الصباح حمزة فاق وحس بشي حاجة ماشي مزيانة. قال ليونس: حسيت باللي شي حاجة تبدلات، واش نقدر نثق فيك؟ يونس بقى كيضحك وقال له: ايه انا خوك. ولكن في داك اللحظة سمع الصوت ديال الباب كيتحل بواحد القوة، وهما الرجال دخلوا للدار. حمزة تصدم وشاف يونس واقف وساكت، فهم كلشي بانها الخيانة. يونس حيد عينيه وقال له: اسمح لي، ولكن هاد الناس ما كنلعبوش معاهم. حمزة هرب من الشرجم في اخر لحظة وبدا كيجري بلا ما يوقف. حمزة بقى بوحدو بلا دار بلا صحاب، وحتى الثقة ماتت. جلس فوق السطح واحد العمارة كيشوف المدينة. قال دابا كيقول: دابا ما بقى لي حد غير الحقيقة. تفكر الكلام داك الرجل وكمل الطريق اللي بدا باك. ومن داك اللحظة تبدل حمزة، ما بقاش داك الشاب البسيط، ولا قوي، ولا كيخطط، وقرر ماشي غيهرب، غادي يرجع وغادي يواجه الحقيقة. ايوا يا سيدي، حمزة كان واقف بعيد كيشوف البلاصة بعينيه عامرين. عرف باللي هنا غادي يلقى الأجوبة كاملين. دخل بشوية، كل خطوة محسوبة. سمع الصوت من داخل، عارف باللي غادي تجيب حال باك تماما. دخل ولقى نفس الراجل الكبير اللي شاف من قبل، ولكن هاد المرة ماشي بوحدو، كانوا معاه نفس العصابة. حمزة قال بثقة: اليوم غادي نعرف كل شيء. الراجل ضحك وقال لي: الحقيقة غادي توجعك. حمزة قرب وقال: قولها. سكات لحظة، ومن بعد قال له: باك ما كانش ضحية، كان هو الراس المدبر. حمزة تحبس النفس ديالو، قال له: كتكذب. قال له: الراجل هو اللي بدا كل شيء، هو اللي دخلنا في هاد الطريق، ولكن من اللي غيخرج كان خاصنا نوقفوه. الدموع نزلات من عيني حمزة، وكل شيء تبدل في ثانية. يعني باي كان مجرم، باه كان واحد المجرم وخطير كبير. جاوبوه وقالوا له كان باغي يصلح، ولكن الثمن كانت حياته. سكت قليل عمن ما كان. حمزة شد راسو وقال له: نتوما دابا الدور عليكم. وفي واحد شوية البوليس دخل المخزن، والراجل تصدم: شنو هاد الشي؟ حمزة قال: تعلمت من اي، ولكن ما غاديش نغلط بحاله. كان مسجل كل شي، وجاب الأدلة وبلغ الشرطة، ثم اعتقال العصابة كاملة. والمشهد أخير من بعد الأيام، حمزة واقف قدام قبر باه، قال بهدوء: ما كنتش بطل، ولكن حاولتي تصلح الغلط ديالك، ولكن أنا غادي نكمل الطريق الصح. مسح دموعه وظهر اللور، والشمس طالعة، وبداية جديدة كتسناه.